السلام عليكم اخواتي واعزائي المشاهدين. ان شاء الله يعني فضلا وليس امرا. فعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد ونقدر نكمل المحتوى اللي احنا بنقدمه باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض على فوز النادي الاهلي بالامير السمراء. هناخد وندي مع بعض في حاجات كتير، واللي حصل في الماتش واللي حصل بعد الماتش. انتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اهلا بيكم من جديد، اهلا بيكم في قناة كورتنا. دعمكم هيفرق معانا جدا، الاشتراك، تفعيل زر الجرس، كل ده هيفرق معانا باذن الله عشان يوصل لك كل جديد ونقدر نكمل المحتوى اللي احنا ماشيين فيه باذن الله يعني. مفيش حاجة تتقال زي ما بيتقال كده، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. النادي الاهلي هو بطل القارة الافريقية للمرة ال 12، للمرة الخامسة على التوالي. فرحتنا لا توصف. انا طبعا لا يعني انا ما بخبيش انتمائي، انا راجل اهلاوي وما عنديش فكرة التعصب دي خالص. فوز النادي الاهلي بالبطولة الافريقية معناه كبير جدا. قدرنا ان احنا نحقق انجازات لينا شخصيا. فعلا احنا بننافس نفسنا في القارة الافريقية. احنا كل سنة بنحاول نكسر ارقام السنة اللي قبلها، كل جيل بيحاول يكسر ارقام الجيل اللي قبله. الحمد لله الحمد لله، ربنا قدر يكلل مجهود الفرقة كلها على مدار الموسم وعلى مدار مشوارهم في دوري الابطال. كان في شوية عقبات، كان في شوية مشاكل في الطريق. البطل هو اللي يقدر يتعدي، اللي يقدر يعدي كل الكلام ده. مبروك لينا، مبروك للشعب المصري كله. عملنا ماتش كويس، ممكن نتكلم، هنخش في تفاصيله كمان شوية، تفاصيل التكتيكية والشغل اللي اتعمل في الملعب. انما الفوز يغطي على حاجات كتير. فوز النادي الاهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا تغطي على اي ديفوهات حصلت امبارح في الماتش وحصلت في الماتش الذهاب. على قد كده اللعيبة ما بخلتش بجهد امبارح الصراحة. اللعيبة مبروك 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 للعيبة، مبروك للجهاز الفني، مبروك للجماهير، مبروك لمجلس الإدارة. محدش بخل بجهد، كل واحد عمل اللي عليه، محدش قصر. ممكن في ناس تشوف ان الاهلي ما كانش هو ده مستواه امبارح اللي الناس كلها عارفينه واللي احنا متعودين عليه. انما ما فيش مشكلة ان انت بتحاول انت توصل لهدفك وتحققه بأي طريقة، تمام، ما فيش مشكلة خالص، ما عندناش أزمة. وزي ما قلت لكم الفوز بيغطي على حاجات كتير. اللعيبة ممكن من خوفها، يعني احنا لو بدأنا نخش في الماتش، طبعا التشكيلة بتاعتنا ما فيش أحسن من كده. طبعا بغياب علي معلول فرق معانا جدا، فرق ده مهمة جدا، تقيلة جدا، فرقت معانا في الماتش اللي فات والماتش الذهاب وماتش العودة. انما ده قدر ربنا، لا رد لقضاء الله يعني. كان هيفرق معانا جدا علي معلول. تشكيل مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، اللي اتحط في مواقف يعني ممكن الناس تظلمه شوية عشان ما كانش بيطلع بالكورة بالشكل الامثل. انما هو كان دفاعيا كان كويس جدا يعني على قد كده. زي ما قلت لك، ممكن انت تكون فنيا مش ما بتطلعش اللمسات اللي الناس مستنياها، انما ما بخلتش بنقطة عرق على الفرقة. فده الكلام ده طبعا ينطبق على مصطفى شوبير، ينطبق على انا جيت بالذات على كريم فؤاد عشان كريم فؤاد مش مكانه. فانما الباقي مصطفى شوبير عمل اللي عليه في كل حاجة. محمد هاني
ممكن عليه كلام كتير، بس يعني ممكن ضغط المباريات فارق شويه مع محمد هاني من ناحيه البدني بتاعه. تفكيره مش اللي هو مش حاضر دايما في الملعب، في مواقف كتير حصلت امبارح وكانت بتحصل قبل كده تبقى عايزه سرعه بديهه وسرعه تفكير في الملعب، انما محمد هاني ممكن ضغط المباريات مأثر عليه شويه. تمام، انما مفيش مشكله يعني، ان شاء الله الفتره الجايه يبدا يدي عمر كمال يخلي محمد هاني يرجع شويه لمستواه. نرجع تاني لكريم فؤاد. انا وقفت عنده عشان طبعا ده مش مكانه، والناس كلها كانت امبارح كانت بتتكلم ان لا ده ما طلعش بكره عدله، ده ما بصاش بصه عدله. ما عنديش خالص، ما عنديش مشكله. هو خلي بالك هو ما كانش منزله لحته الهجوم او ان هو يعمل بيه تريكه قدام زي علي معلول او حاجات زي كده خالص. كريم فؤاد هو كان منزله عشان هو لعب الحته دي كذا مره قبل كده في انبي ومع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي، فهو كان منزله عشان يقفل الحته دي مش اكتر. هو مش طالب منه ان هو يطلع، فانت بتلعب قدام بتلعب ناقص واحد، يعني انت بتلعب قدام ناقص واحد في هجومك. حتى انت لو كنت تبص على شكل هجوم النادي الاهلي بعد الجول، الهجمه المرتده بتلاقي 2 بس او 3 قدام. ليه؟ الفرقه كلها كانت خايفه نتيجه 0-0 اللي حصلت في الذهاب تقلق وتخلي اللعيبه على قد ما هي واثقه في نفسها، ما عندناش ازمه في حته زي دي، بس بتبقى انت خايف ان يترد فيك جون في اي لحظه. جون ده يعني مع فرقه من شمال افريقيا او اي فرقه اصلا مش لازم من شمال افريقيا تحاول ان هي تاخد حقها بطريقه مشروعه او غير مشروعه، من ان هي تضيع وقت او حاجات زي كده، هتلاقي الماتش خلص ضاع منك، خسرت البطوله. فهو كان منزل كريم فؤاد مش عايز منه نواحي هجوميه. يعني الناس كانت بتضغط على كريم فؤاد امبارح ان لا ده بساطه مش قد كده، لا ده يعني هو ما كانش عايز منه ازيد من كده. بيجي في وقت بيزيد مفيش مشكله. يعني لو كنت تلاحظ مفيش كوره هو راح فيها ومثلا طلع كورتين 3، الكورتين 3 كلهم في السماء. يعني اللي كان قايم بالشغل الهجومي كله كان امام وحسين الشحات وشويه بيرستاو. نرجع للتشكيل تاني. احنا وقفنا عند كريم فؤاد عشان الناس ظلمته امبارح، فاحنا نديله حقه. الراجل ما بخلش بجهد ولا نقطه عرق واحده الصراحه امبارح. نخش على نص الملعب. عندك مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور. مروان وامام الناس يعني ما عندهاش اي حاجه من ناحيتهم، انما في ناس كتير بتتكلم على اكرم توفيق. اكرم توفيق يا جماعه ممكن هو ناقصه بس ان هو يرفع عينه. يعني هو ناقصه ان هو يرفع عينه بس للملعب بعد ما يستلم الكوره. ممكن دي كانت ناقصه وكانت باينه جدا امبارح. خلي بالك كانت باينه جدا امبارح، انما هو كدفاع لا، كان قايم بدور قوي جدا، قوي جدا 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 جدا، وكانوا محجمين الملعب مقفلينه مخلين الترجي بيلعب الطويل بس. يعني كانوا قايمين بدور مروان واكرم توفيق كانوا قايمين بدور قوي جدا جدا. عفوا. ف عندك اكرم توفيق بس هو ناقصه بس ان هو يطلع بالكره لقدام، ان هو يرفع عينه بعد ما يستلم الكوره بس. هيفرق جدا مع الفرقه زي ديانج. يعني ديانج انت شفت امبارح لما نزل، ديانج كواليتي مختلف. ديانج بيستلم كده دبابه في الدفاع، ما عندناش اي مشكله، بيقطع من اي حد. بس بص بقى ديانج اول ما بيستلم الكوره بيعمل ايه؟ بيرفع وشه، بيقطع سبرنت، بيعمل باصات يعني فاهم، بيعمل حاجات كويسه في قلب الملعب. امام عاشور لو انا اسف اكرم توفيق لو عمل الحته دي، لو زود نفسه ونمى نفسه ومهاراته في الحته دي بالذات، هيفرق جدا 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 مع النادي الاهلي. وبعدين لو الراجل بدا يعتمد عليه، يعني عوده ديانج هتعمل منافسه جامده جدا. اكرم توفيق لو ما لحقش نفسه في الحته دي، ان هو ينمي الحته دي، ان هو يرفع عينه ويباص باص كويس، ما يقطعش بس، ما يبقاش دوره 6 بس، عشان 6 بس دي اتلغت على مستوى العالم كله. مفيش حد 6 بس دلوقتي، مفيش حد 6، هما بيلعبوها 8، كله 8.
عندك مهام دفاعيه تأديها باكمل وجه، وعندك مهام ادائيه، مهام ادائيه، معلش انا لسه طالعين من الامتحانات بتاعت الاولاد. مهام هجوميه تأديها. انما ان انت بس تقطع ستة ستاندر بتقف تقطع بس، لا دي اتلغت على مستوى العالم. فاكرم توفيق لو لحق نفسه هيفرق جدا مع نفسه طبعا، مع النادي الاهلي ومع المنتخب. يعني تشكيل المنتخب هو منضم حديثا للمنتخب هو كمان، ومش متاخد باك يمين، ده هو متاخد في نص الملعب. مروان عطية مفيش كلام عليه الصراحة. امام عاشور نفس الكلام. امام عاشور بسم الله ما شاء الله عليه مستواه، يعني ربنا يحميه من الاصابات وتبقى فترته في النادي الاهلي قويه جدا يعني باذن الله. وفي كلام هنتكلم فيه كمان شويه على امام عاشور، عشان هم حاولوا ان هم يخرجوه عن تركيزه، اذا كان هو او الاهلي كلهم يعني في الفتره اللي هي قبل الماتش دي. انما يعني ان شاء الله هناخد وندي في الموضوع ده. خلص التشكيل، نيجي في الهجوم. عندك بيرسي تاو عليه علامه استفهام. بيرسي تاو عليه علامه استفهام كبيره جدا، مش فاهمه. مفيش باصه، مفيش استلام للكرة صح. اولا مفيش باصه صح. الماتش الذهاب ما بانش طبعا، ده يعني معلش ده فيه مطوشه متراكمه، هو مش ماتش احنا بس بنحلل الماتش الذهاب وماتش العوده. انما قبليها في الدوري او حتى في افريقيا بيرسي تاو مختفي 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 من ساعه ما راح المنتخب وجه. بيرسي تاو عليه علامه استفهام كبيره، ولازم يفوق. لا اما هو يقرصه ويقعده شويه وينزل حد مكانه ما يبداش بيه، يحسسك. يعني هو ما طلع امبارح كان طالع باين على وشه ان هو متضايق جدا. طب ماشي، طب ما انت متضايق جدا بس انت ما اديتش في الملعب يعني، ما شفناكش خالص يا بيرسي تاو الا في شوطه واحده. فلازم بيرسي تاو يعني يحاول ان هو يقعده شويه، او يعني ايه، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، يقفل يعني ايه، يقفل عليه الملعب شويه. بيرسي تاو لازم يقعد شويه بره عشان يحس ان لازم يفوق، عشان ده مش بيرسي تاو اللي احنا متعودين عليه. تيجي تبص الناحيه التانيه، حسين الشحات، مش هقول لك حسين الشحات بغزاله. حسين الشحات بغزاله دي مشكلته. مره تلاقيه يعني ضاع منه كوره امبارح، ما تضيعش الكوره اللي قطعها امام عاشور في نص الملعب دي وراحت له على الجون مباشره. معلش هي كانت سنده بسيطه والشوطه جون، ما فيهاش كلام. ده هو لا هو سند ودخل اكتر وحب ان هو يمرقص اللعيب. طب ليه انا مش لازم كل جون اعمل فيه اللي ما بيتعملش؟ ما في جوان سهله يعني ونخلص الماتش. فحسين الشحات بغزاله. عندك وسام، انا وجهه نظري بغض النظر عن ان هو بيهدف او لا، بس انت محتاج مهاجم زي ده. المهاجمين الباقيين كلهم، انت عندك موديست بينزل يتمشى، مفيش ضغط على المنافس خالص. كهربا نفس الكلام. انما عندك وسام، لا بسم الله ما شاء الله عليه. وانت كان تايه عنك مهاجم زي كده يجري بحماسه ويكسر في المدافعين، كل الكلام ده كان ناقصك في هجومك. يعني وسام ابو علي باذن الله اللي جاي ليه هيبقى احسن يعني. ده طبعا بخصوص التشكيل. عملنا ماتش مش هتقدر تقيمه قوي ان هو ماتش عالي فنيا، على قد ما هو لا كان عالي تكتيكيا. يعني التكتيكس في الملعب لا كان عالي. الفرقتين بيحاولوا ان هم، وبالذات الاهلي بيحاولوا ان هم من ساعه ما جاب الجول بدأ بقى مارسيل كولر، لا تعالى بقى نلعبك لعبة الشطرنج. انا مش طالع يعني، فاهم؟ انا مش طالع قدام، انا عايزك انت اللي تيجي. ساب الكوره ليهم من بعد الجون الاول، وانا عايزك انت اللي تيجي وانا هلعب انا في ظهرك. ممكن ما عملناش كويس
وعلى قد كده احنا ضيعنا برضو فرصتين 3-4. انما زي ما قلت لك هو مارسيل كولر لعب تكتيكي جدا. بعد الجون الاول بدا ساب له الترجي الكوره، ساب له الاستحواذ. هو ما كانش يعني احنا على قد كده ما يعجبناش طريقه اللعب دي. يعني انا بلعب في ارضي وسط جماهيري متقدم 1-0، المفروض الفرقه الثانيه تبقى هي الكشه، تبقى هي الخايفه. هتقولي لا العكس، يعني لو هتقولي لا العكس، المفروض انت اللي تبقى خايف على الجون. مفيش مشكله، هي وجهات نظر، بس انا شايف ان احنا كنا ضغطنا اكتر من كده عشان احنا لعبنا هناك احسن من كده. يعني احنا لعبنا هناك في تونس احسن ما لعبنا امبارح في ارضهم وسط جماهيرهم، ما سيبنا لهمش الكوره بالشكل ده. انا كان عندي علامه استفهام كبيره جدا عن ان احنا نسيب الكوره، ما كنتش حابب ان احنا نسيب الكوره. اما نزل ديانج ونزل قفشه مسك نص الملعب تاني. ما هو ده، ما انا زي ما قلت لك، هو دي احنا كنا بنتكلم على اكرم توفيق. لو رجعتوا لبدايه كلامنا في الفيديو، اكرم توفيق ما عندوش الحته دي، هو بيقطع بس. فاكرم توفيق يقطع يشتت، بيقطع يشتت، يقطع يشتت، فانت مش مستفاد حاجه، فانت كده مش مستفاد حاجه. هي دي الازمه الصراحه، ان انت اكرم توفيق بيقطع يشتت يقطع يشتت، فانت مش مستفاد حاجه خالص. فعشان كده الكره التانيه كانت بتاعتهم، فبتترد عليك تاني، فيرجع الاستحواذ ليهم تاني. انما ديانج قفشه، اي حد فيهم كان بيقطع كوره لا كان بيقف عليها، لا كان بيسلمها لحد، فالاستحواذ بدأ يرجع لك تاني من بعد نزول ديانج او قفشه. فهو ده اللي ناقص اكرم توفيق. اكرم توفيق لو فاق وعمل احسن من كده ونمى مهاراته في الحته دي، ان هو بعد ما استلم الكوره اعمل ايه، بعد ما اقطع الكوره اعمل ايه. انا يعني ماشي، انا هقطع الكوره، انا دي مهمتي الاساسيه، ان انا ارجع الاستحواذ تاني للنادي الاهلي. طب حلو، طب ما انا ارجع الاستحواذ، انا بقطع الكوره بقوم مشتتها، تقوم رد عليا تاني. ما عملناش حاجه احنا كده، ما عملناش حاجه. فالموضوع الاستحواذ ده ونص الملعب اتمسك تاني لما نزل ديانج ونزل قفشه في نص الملعب. حسيت ان لا، الفرقه واقفه على رجليها، ما عندناش تشتيت، ما عندناش تطفيش، الفرقه واقفه على رجليها وتطلع كوره صح. وقفشه خلي بالك الفتره الجايه لازم ياخد، قفشه لازم ياخد الفتره اللي جايه. قفشه اما ما كانش فيه اللي هو، اما ما فيش اللي هو، كان قفشه ممكن كان في كلام كتير قوي عليه، وانا في ناس معينه حبايبنا تتفرج علينا كان ليهم تعليقات على قفشه تموت من الضحك يعني. تمام، كنت كل ما اشوف قفشه افتكر يعني يعني افتكر اللي بيتقال عليهم. فقفشه لازم ياخد الفتره اللي جايه. قفشه مستواه بسم الله ما شاء الله، قفشه بينزل يمسك لك كوره، يقفل لك الملعب، محدش، الاستحواذ بيبقى بتاعك، كل الكلام ده، وبيدي سرعات جامده جدا يعني. فاحنا احنا لو هترجع عايز تقيم مثلا، تقيم الماتش امبارح فنيا، مفيش حاجه تذكر، مفيش حاجه تذكر ان انت تقول ده الحته دي، اللمحه دي فنيه اتعملت بشغل من مارسيل كولر او جوميز ده، او مش عارف اسمه ايه بتاعهم ده، مدرب الترجي. مفيش. الفرقتين كانوا بيحاولوا، بالذات الاهلي. يعني الاهلي الصراحه، الترجي ما كانش ليه ملامح، الترجي ما كانش ليه ملامح خالص خالص خالص. يعني انا ما شفتش للترجي اي دور هجومي الا لما شفتش شغل هجومي الا لما في الكوره بس بتاعت ساس ده، يان ساس ولا يان ساس، يان ساس، الوان تو ما بينه وبين المهاجم بتاعهم بتاع الترجي، قام حاططها، كان هيحطها في الزاويه البعيده بيمينه. هي دي الوحيده اللي تذكر للترجي على طول الماتش، وليهم ركنيه واحده. ممكن احنا اديناهم، مش هقول يعني، انا ما بحبش الكلمه دي الصراحه، ممكن
عشان ما تتفهمش غلط، بس انت كنت ممكن تعمل ماتش احسن من كده عليه، كنت ممكن تعمل ماتش احسن من كده، ما كنتش تفضل بس ان انت لا انا مقلق على الجون، لا 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 خالص خالص. احنا عملنا ماتش هناك في تونس وسط جماهيرهم، ماتش قوي جدا، ماتش قوي جدا، وبالعكس وكنا متحفظين، وكلنا قلنا على مارسيل كولر ان هو ما كانش ينفع يتحفظ بالشكل ده، كان لازم يلعب اكتر من كده. فما جيش انا بقى في ملعبي جبت جون انام عليه، لا دي حته احنا ما كنت انا عن نفسي كراجل اهلاوي ما كنتش حاببها امبارح في الفرقه. انا بحب اشوف الاهلي دايما في حاله الهجوم. هتقول لي طب ما انت من الدقيقه 80 مثلا حاولت ان انت يعني تشوف اللي انت بتقوله ده، طب من الدقيقه 80 يعني انا جبت الجون في اول 4 دقايق، ومن ساعتها ما شفتش الاهلي في اي ناحيه هجوميه خالص، لا ما يصحش. ولا الترجي عشان برضو الكلام يبقى معقول، ولا الاهلي ولا الترجي، اللعب كله محصور في نص الملعب، بساط بساط بساط، ده يقطع ده يدي ده يباصي غلط، ده يرفع يشتت، ده مفيش اي منهجيه في اللعب، مفيش طلوع بالكوره ولا من الاهلي ولا من الترجي. الترجي خايف ان هو يفتح خطوطه، بيحاول ان هو يضغطك، ومقدم معلش انا اسف مقدم خط الدفاع عنده مخليه على خط النص بالظبط، ومأخر ال مش عارف اسمه ايه، رقم 6 اللي عندهم ده، اللي كان المفروض يستحق الطرد، اللي دخل مع امام عاشور، اللي دخل مع مروان عطية في رجله، المفروض ده كان يطرد اصلا، مش عارف الحكم والفار فين من الكلام ده. الراجل داخل بعزمه كله وضاغط على الانكل بتاع، داخل في القصبة بتاعت مروان عطية، لا 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 خالص، ده كان لازم يطرد. عفوا. فاحنا هنرجع تاني، لو هتبص على التكتيك، الفرقتين كانوا بيلعبوا زي قطع الشطرنج مش اكتر، انما لمحة فنية، كرة جمالية، حاجات بتتعمل في قلب الملعب، لا لا مفيش خالص خالص خالص. كان نهائي اللي يشوفه يعني ما يقولش عليه نهائي خالص. انما الحمد لله الحمد لله المكسب زي ما قلت لكم في البدايه، المكسب بينسي حاجات كتير. الناس كلها تقول الاهلي خد البطوله ال12، الناس كلها تقول الاهلي خد البطوله ال12، محدش هيخش في يعني بعد كده طبعا، يعني ممكن اول يومين 3 من اللقاء ممكن ان انت بتحاول ان انت تتكلم في الموضوع، ولا ده يحصل ولا ده ما يحصلش، والتشكيل والحاجات دي، انما وقت بعد الماتش بفتره التاريخ مش هيذكر اللي حصل واللي انا بقوله ده خالص. التاريخ هيذكر ان الاهلي خد البطوله ال12 بس، يعني هيقول في اليوم الفلاني النادي الاهلي السنه الفلانيه خد البطوله ال12، ولا هيخش بقى في تفاصيل مين نزل مين طلع مين لعب كويس مين لعب وحش. فاحنا الحمد لله على المكسب، مبروك لينا، مبروك لاداره النادي، مبروك للجماهير، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للعيبه. ان شاء الله وان شاء الله تبقى صفحه ونحاول نشوف اللي جاي، ده اللي احنا متعودين عليه مع النادي الاهلي، ده احنا متعودين عليه مع النادي الاهلي على طول، ما عندناش مشكله في الموضوع ده، مش مشكله بس الستاند اتعمل مني يعني. بس فانا بحاول ان انا افك معاكم، انا ما بتعاملش ان انا مذيع ولابس جرافطه، فاحنا لازم نبقى متنشنين وعاملين كده، احنا بنحاول ان احنا نفك الجو يعني. وما تنسوش زي ما قلت لكم فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا، الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ونبدا قناتنا تعلى باذن الله، ومحتوانا يعلى، ونقدر ان احنا نقدم لك الشغل اللي انت تستناه مننا باذن الله. امام عاشور انا كنت بكلمكم من شويه ان هم كانوا بيحاولوا ان هم يخرجونا عن تركيزنا في الموضوع بتاع امام عاشور ده. يعني انا لقيت في الايام اللي فاتت كلام على امام عاشور، يعني لما يطلع اعلامي بدون ذكر اسماء يجيب شخصيه مهمه في نادي الزمالك،
مهمة جدا، ويكلموا على ينفع ان امام عاشور يرجع الزمالك تاني. طيب معلش انا اسف، يعني امام عاشور لسه ماضي امبارح، يعني تمام، لسه جاي، امام عاشور لسه جاي، فعقده اكيد لسه يعني 5 سنين، فانت بتتكلم على عودة امام عاشور بأنهي صفة؟ هو اللي رد عليه، يعني رد عليه رد دبلوماسي، تمام. انما انت كمذيع انت بتتكلم بناء على ايه؟ يعني انت بتتكلم بناء على ايه ان امام عاشور رجع ولا لا؟ هيرجع ازاي؟ وبأني شكل هيرجع؟ ده راجل لسه ماضي، وراجل عنده ماتش كمان يومين، طبعا الكلام ده قبل البطولة، يعني قبل النهائي، ماتش كمان يومين، ان هو ماتش النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا اللي هو بيحلم بيه، عايز يرفع الكاس. بناء على انت بتطرح سؤال زي ده؟ امام عاشور يرجع نادي الزمالك ازاي؟ الكلام ده لو انت عقده بينتهي نقول ماشي، راجل حن فعايز يرجع لنادي الزمالك، او كده كده ده شغله، ساك بقى من حن ومحنش، ساك من العواطف دي، عشان العواطف دي بتيجي على دماغنا احنا في الاخر، احنا بس اللي بنتعب، واحنا بس اللي واجعين دماغنا، واحنا اللي بنحرق دمنا. انما الناس دي بتفكر كوره بس، الناس دي ما بتفكرش زينا، الناس دي بتفكر ان ده اكل عيشي وده باب رزقي، اهلي زمالك بيراميدز، ده لازم احنا المفروض نغير تفكيرنا شويه، احنا اللي بنتعب، واحنا اللي بيجي لنا الضغط، واحنا اللي بيجي لنا الحاجات الكتير دي. محدش فيهم هو خسر كسب معلش، شويه هيزعل، يعني حتى لو اهلاوي يعني شويه هيزعل، والدنيا ماشيه وده شغله ولازم يشوف اللي بعده، انما انت مش مستفاد حاجه، او احنا كجماهير مش مستفيدين حاجه. فيحن او ما يحنش دي ده شيء شخصي انا ماليش دعوه بيه، بس انا بتكلم تعاقديا، حتى ان اللاعب لسه ماضي مع النادي الاهلي، لا لسه ماضي مع النادي الاهلي، وعقده لسه يعني مش هينتهي دلوقتي خالص، فانت باي اساس وبصفه ايه بتفتح ان انت امام عاشور، او انت كمجلس اداره نادي الزمالك، طبعا مش عايز اقول اسماء، باي صفه انت بتساله السؤال ده؟ امام عاشور ايه يا جماعه اللي يرجع نادي الزمالك؟ ده انت حتى التعاقد لسه، هعيدها واقولها 100 مره، انت لسه راجل ماضي، راجل لسه داخل النادي، ده لسه بيتعلم الف ب جوه النادي، هيمشي ازاي؟ ملناش علاقه بقى امام عاشور اهلاوي، امام عاشور زملكاوي، امام عاشور محلاوي، ده شيء ما يفرقش معايا انا خالص، راجل بيقدم معانا كويس، راجل بيقدم زي ما ناصر ماهر، زي ما يعني احمد حمدي وناصر ماهر زملكاويه، احمد حمدي وناصر ماهر رجاله الاهلي ومتربيين واكلين وطافحين اللقمه جوه النادي الاهلي، فلا لا بيدوك في نادي الزمالك عشان ده اكل عيشهم، مش عشان هم زملكاويه، عشان ده اكل عيشهم، فما عندناش اي ازمه في حاجه زي كده، اكل العيش اهلاوي زملكاوي ما عندناش مشكله، بس المهم ان هو بيأدي اللي انت عايزه جوه الفرقه. مقصر ده حاجه تانية بقى، لا خلاص انت بقى بتديله سكه مع السلامه. فاللي بيحصل والاسئله اللي بتتسأل وحشه، زي برضه ما كانوا عايزين يصدروا مشكله لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير. نعم، محمد الشناوي خبرته، مركزه في النادي الاهلي، مركزه في منتخب مصر ما يسمحلوش، ده راجل كابتن النادي الاهلي، راجل كابتن منتخب مصر، اللي هو فيه ده ما يسمحلوش ان هو يخش في التفاهات دي. مصطفى شوبير اللي جاي، واحمد الشناوي عارف كده، ومصطفى شوبير عارف كده،
فما ينفعش خالص 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 اللي بيحصل ده. انت بتصدر لنا مشاكل، بتصدر للفرقه مشاكل، ان ده محمد الشناوي مش عاجبه، ده محمد الشناوي. مين اللي استلم الكاس امبارح؟ محمد الشناوي، بناء على تاريخه، بناء على اللي لعبه، مش زي ناس ما لعبتش ولا عملت حاجه في البطولات ونزلت تستلم الكؤوس. فبعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم ما تمشوش ورا الكلام بتاع الاعلام المضلل. زي ما محمد الشناوي قال انت سأل الصحفي، قال له انت مين اللي قالك الكلام ده؟ قال له الصحافه. قال له ما الصحافه المصريه اللي بتعمل مشاكل. مفيش مشاكل جوه الفرقه. انت جايب المعلومه دي منين؟ محمد الشناوي شايف ان مصطفى شوبير اخوه الصغير، وشايف ان هو اللي جاي وهو اللي هيحرس النادي الاهلي بعد كده ومنتخب مصر. الراجل مصاب ولسه راجع من اصابه، مش هيلعب دلوقتي، طبيعي. وعمر ما يطلب حاجه زي كده، طبيعي ان هو مش هيلعب دلوقتي وهو عارف حاجه زي كده. يعني راجل رجله في الملعب، مصطفى شوبير رجله في الملعب وبسم الله ما شاء الله عليه دايس ومتالق. هقعده عشان اركب واحد لسه بيلمس كوره راجع من اصابه؟ اكيد مش طبيعي. يعني الكلام ده بقى خلاص، خلصت افريقيا، هنبدا بقى نخش في الدوري، شوف بقى الدنيا بقى تمشي ازاي، ده ماتش ده ماتشين ده والدنيا تمشي. بيحاول يصدر لك انت كنادي اهلي، بيحاول يصدر لك المشاكل بس. مشكله امام عاشور هيرجع الزمالك ولا لا، مشكله محمد الشناوي يتخانق مع مصطفى شوبير، كهربا زعق مع خالد بيبو. ايه بتجيب انت المعلومات دي منين؟ بتجيبها منين؟ ما شفتش حد قبل ماتش النهائي بتاع الكونفدراليه حد جاب سيره مشكله في نادي الزمالك. المشاكل عندنا احنا بس. وزعلوا قوي من الشناوي ان هو قال ايه ان هو رد يعني على الصحفي، قال له كده يعني ان المشاكل بتيجي من الصحافه المصريه. ايوه، مين اللي بيطلع الاشاعات دي؟ ومش لازم. بص، ممكن خان بس التعبير في لمحمد الشناوي وهو بيتكلم في الموضوع ده، ان انت دلوقتي الصحافه اكيد فيها وفيها، يعني اي مهنه فيها وفيها. في ناس تبقى عايزه مشاكل بس، ومش معنى محمد الشناوي ان لا، ما الصحافه دي في ظهر الفرقه، في دعم دايم للفرقه، ماشي، بس في ناس موحشه الناس دي. هو ده اللي كان محمد الشناوي بيتكلم فيه. هو مش قصده ان الصحافه كلها، اكيد لا، يعني اكيد لا يا جماعه. يعني والدنيا قامت ما قعدتش ولازم يعتذر، وطلع بيان من نقابه الصحفيين على راي محمد الشناوي، على راي سيد عبد الحفيظ، قال لك انتوا السنين اللي فاتت كنتوا بتشتموا بالابهات والامهات ومحدش كان بيطلع بيان من شخصيات معينه، ومش عايزين نفتح المواضيع القديمه تاني وبالاسامي. كانت الشتيمه بالاسامي، يا فلان يا ابن فلان، يا علان يا ابن علان. محدش اتكلم ومحدش طلع بيان، ولا نقابه الصحفيين طلعت بيان ولا اي حاجه. جينا بس عند محمد الشناوي لما قال كلمه الحق علق له المشنقه. ده راجل عنده ماتش بعد بكره نهائي، الدنيا تتقلب كده. دي احلى ما فينا، يعني دي احلى ما فينا، عشان الواحد مش عايز يقول الفاظ مش كويسه. دي احلى ما فينا اللي احنا بنعمله ببعض ده. بنحاول نخلص على بعض، محدش يبقى كويس، محدش يبقى عالي، محدش يكسب. نحاول نخلص على بعض. فعش اهلي ايه اللي يكسب دوري الابطال؟ لا لا لا، ما ايه المشكله ما الترجي ياخده مننا ويمشي؟ احنا كده، احنا بنحب كده، ما عندناش فكره ان احنا لا نهضه بركان جايه تلعب الزمالك، لا انا الزمالك يكسب ياخد البطوله احسن ما تطلع من مصر. ما تطلعش من مصر، محسوبه لمصر، مفيش دعوه بالتعصب. انا في ناس كتير يعني انا شفت بوستات امبارح من ناس كتير جدا، وناس صحابي وعزاز عليا زملكاويه يقول لك مصر لا تمثل الا نفسها، مفيش الاهلي يمثل مصر. انا عن نفسي اشجع اللي تشجعه.
بس دي مش كوره، ومش دي، وهي مش هي، ومش هو ده هدف الكوره اصلا. فاحنا مشكلتنا هنا كده، احنا مشكلتنا هنا في مصر كده، ان احنا بنحاول نقطع في بعض بس، ملناش ان احنا ندعم بعض ونقف جنب بعض. والترجي يعني انا مش عايز اقول كلام يعني مش غريب عننا، يعني احنا تونس ومصر هي مش حرب، بس في نفس الوقت انت بتدعم فرقتك، بتدعم فرقتك المصريه قدام فرقه تونسيه. هم يعني انت هناك لما رحت لعبتهم في تونس، انا يعني ماشي هتقول اصل انت مش متابع الاعلام التونسي ولا بتشوف بيقولوا ايه. اللي متابع يقول لي، لو في حد، لو بتوع الصفاقس طلعوا قالوا احنا بنشجع النادي الاهلي قدام الترجي، حد يقول لي يعني. ف هرجع واقول لكم تاني، احنا الحمد لله على مكسبنا امبارح. مبروك 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 لينا ولجماهيرنا والمجلس ادارتنا ولاعيبتنا، النجمه ال 12 من دوري ابطال افريقيا. باذن الله طيران على كاس العالم باذن الله، طبعا لسه مش دلوقتي يعني، بس انا بتكلم كاس العالم مستنينا يعني بالنظام الجديد. ما تنسوش يا جماعه، ما تنسوش فضلا وليس امرا، ما تنسوش فضلا وليس امرا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اقابلكم في فيديو باذن الله، في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اقابلكم على خير باذن الله. السلام عليكم.